السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وهنا، اللهم امين يا رب العالمين. النهارده بإذن الله أول ما نبدأ الكلام أو قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. النهارده بإذن الله هنتكلم عن فيديو جميل جدا، وهو بيضم جميع البلاد العربية وهم بيكملوا تعليمهم إن شاء الله في بلد الجزائر العريقة. وطبعا هنشوف هنا الانطباع عنهم، يعني الانطباع عن حياتهم في الجزائر عايشين ازاي. طبعا ما يختلفش عن الانطباع اللي احنا نعرفه طبعا عنكم. انتوا بلد عظيمة واخلاق وقيم ومبادئ، وطبعا انا بعزكم جدا وليا اصدقاء واصحاب عارفاهم دلوقتي داخله في الاربع سنين. يا رب ما يحرمني منهم ابدا. فان شاء الله هنشاهد مع بعض الفيديو الجميل دوت. بس طبعا قبل ما نبدا يعني برضو عايزين كده اشتراك ولايك من قناتكم، من ايديكم الحلوه، وتعليق طبعا يحفزنا ان احنا دايما نستمر في الفيديوهات الجميله. وبلاش التعليقات السلبيه اللي طبعا ملهاش اي لازمه. اكتبوا التعليقات ترفع من روحنا المعنويه عشان نفضل مستمرين ان شاء الله باذن الله. ونبدا مع بعض الفيديو. يا رب يا رب يعجبكم ان شاء الله. أنا والشعب الجزائري والشعب المصري بخير، وأتمنى يعني وببلغ يعني تحياتي للشعب الجزائري. جميله فوق راسي دايما، ومش هنسى إن أنا عرفت أحقق حلمي هنا. وشعب بجد طيب قوي، وشكرا ليه يعني على استضافته، وإن هما بيعاملونا كويس، خاصة ما يعرفوا إن أنا مصرية بيعاملوني أحسن يعني. وبقول للاهلي كل سنه هم طيبين، وان شاء الله العيد الجاي اكون معاكم وبعيد، او انتوا تيجي هنا الجزائر تعيدوا معايا وبعدين ترجعوا مصر تاني. واتمنى يعني شعبكم دايما يكون بخير وبصحه يعني. وشكرا لكم جاع يعني عليكم تتهلوا فينا، وشكرا لسيتي وللمديره والافكار الجديده اللي ديما تجيبها لنا، وصحه بالزين. لا وما شاء الله الله اكبر يعني. بس بقى الطلبه المصريين بقوا بيجيدوا اللغه الجزائريه بعراقه، يعني ما شاء الله الله اكبر. ما تفرقهمش عن الجزائر في حاجه يعني. شفتوا في اخر الحديث بتاعها بتحيي طبعا، او بتنهي كلامها بكلام جزائري جميل جدا، او سلام جزائري جميل جدا. يا رب يا رب يعني يألف الحب بيننا وبين قلوبنا يا رب، اللهم امين. طالبة هاجر أحيدة من ليبيا، طالبة دكتوراه سنة أولى، مقيمة في إقامة بن عكنون للطالبات. أحب أشكر سيادة الرئيس عبد المجيد تبون على هذا المعاملة الطيبة للطلبة الأجانب. وكذلك أحب أن أشكر سيادة وزير التعليم كمال بداري لاستضافته لنا، وكذلك حسن معاملة اللي لقيناه هنا في بلدنا الآخر الجزائر. كما أحب أن أعيد على كل من هنا يقيم في الإقامة من عمال في المطعم، وكذلك مديرة الإقامة، وكذلك كل العاملين في الجامعة، سواء في جامعة الجزائر هنا أو في جامعة المدية، لأني أنا أصلا طالبة من جامعة المدية جدا. وهذا هو اللي عجبني أنا، أن هنا العيد قريب جدا، كل فيه فرحة في العيد. وكذلك في شهر رمضان كذلك شعرنا بتلاوة القرآن وصلاة التراويح، والمساجد كنا نسمع صلاة التراويح من داخل الإقامة. والله وكأني شعرت كأني في بلد، يعني في فرق في بلد إسلامي وبين بلد آخر. يعني فعلا الجزائر دولة إسلامية ومتمسكة بتعليم الدين الإسلامي، يعني الحمد لله. Je trouve que de passer une fête avec le musulman, c'est bien et ça m'aide à découvrir leur religion, leur culture, tout ça. أول شيء أنا مرح السلايمة من فلسطين، غزة تحديدا. أنا هذا مو أول عام إلي بالجزائر أو بالإقامة الجامعية، ومش أول مرة نجوز هاي الأجواء يعني. بصراحة مشكورة الجزائر لاحتضانها إلنا كطلبة بداية يعني، وثانيا مشكورة مديرية الخدمات وسط انها عم بتحاول كل سنه توفر الاجواء، وعدا عن ذلك انه في تطور عن كل سنه بتمر. يعني احنا اليوم وصلنا لمرحله افضل من السنه الماضيه. ومشكوره طبعا اكيد مديره الاقامه انها لاهتمامها، يعني رغم الظروف اللي بتصير في غزه ورغم الاوضاع، يعني وانها مهتمه انه احنا نكون موجودين، ومهتمه لهي الاجواء انها تحيي شعائر الله زي ما هو مطلوب منا المفروض نعملها كدول عربيه. وفي النهاية بحكي يعني الحمد لله انه احنا هنا مش حاسين حالنا بغربة او مش مغتربين، يعني مثل ما دائما معروف الجزائر والفلسطين واحد، ما في فرق بيناتهم، وهذا الشيء اللي خلانا نبدا هاي الخطوة بالجزائر.
أنا نور حسين بسلامة، طالبة يمنية أدرس طب أسنان في الجزائر، سنة 5. أحب أهني بلادي وأهلي في اليمن بحلول عيد الفطر المبارك. كل عام هم بخير إن شاء الله، والأمة الإسلامية جميعا يا رب العالمين. وأحب أهني الجزائر بلد الشقيق على هذه الفعاليات في عيد المبارك بتجميعنا إحنا الطالبات اليمنيات المغتربات، إحنا الطالبات في الإقامة الجامعية المغتربات، بعمل هذه الفعاليات الجميلة. وكل عام كل عام نقوم باحتفال عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى دائما مع طلبة دوليين وطلبة الجنوب الكبير وطلبة السنة 7 طب الذي لم يحالفهم الحظ باش يكونوا مع والديهم، بالأخص يعني طلبة الدوليين بصفة خاصة لأنهم بعد كثير على الوطن تاعهم. نحاولوا قدر المستطاع أن نخلق لهم الجو العائلي اللي ماهوش في بلادهم، ماهمش في ديورهم، نحسوهم كأنهم هنايا في دارهم في بلادهم. ننظموا هكذا، نديروا لهم قهوة الصباح مع الحلويات الجزائرية، نديروا لهم الغداء العشاء. كما أنا والله أول مرة نقضي العيد خارج الدار يعني، مي والله غير معليش الحمد لله نقدروا نقوموا بهذه التضحية من أجل أن نفرحوا هاد الطالبات اللي بعد بزاف على أهلهم، ونحاولوا قدر المستطاع أن نحسوهم بالجو العائلي المميز. التقينا اليوم في هذا العيد المبارك أن نكون مع طالباتنا الدوليات وكذا الجزائريات الذين لا يسعفهم الحظ أن يلتحقوا بمنازلهم، وهي عادة على المديرية، وكل عام وحنا ننظموا هذه التظاهرة مع طالباتنا باش يحسوا روحتهم شغل في بيوتهم وما همش بعاد، ودرنا لهم الحلويات التقليدية ومن طالبات الدوليات يعرفوا العادات تاوعنا والتقاليد تاوعنا، وهي عادة إن شاء الله وتكمل. وكل عام هما بخير وكنتم بخير والشعب الجزائري بخير، وش راينا عادة. وكده حبايبي طبعا احنا الفيديو خلص معانا، بس قبل طبعا ما ننهي الكلام نحب نشكر الشعب الجزائري العظيم على تضايفه، على احتوائه لاخواتنا وولادنا وحبايبنا العرب في بلادهم العظيمه، وبجد محتضنينهم كانهم بجد قطعه من اهاليهم ومن اخواتهم. اتمنى بجد في يوم من الايام ان ربنا يرزقني زياره الحبيب المصطفى قبل اي شيء، وبعد كده زياره شعب الجزائر العظيم باذن الله. فطبعا في نهايه الفيديو احب اقول لكم اسيبكم في رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله.